المعدل ما يتبدل، وعشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب صينية عيش السرايا. يلا نبلش. عندي هون خبز توست محمص، عندي قطر، كرفة، فانيلا، نشا، وقشطة، وزبدة، حليب بودر، وحليب مبخر، ومي. أول إشي هون أنا حمصت الخبز بالفرن، وعندي هون قطر سخن. راح أخذ الخبز وراح أحطه بالقطر، راح أتركه يعني لحتى يفوش شوي، وهون ضروري يكون القطر سخن. بعدها راح أصفه بهذا الشكل، طبعا هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. وهيك بعد ما كملت الكمية كاملة راح أخذ الكرفة وأبلش أرش عليها. هون يعني كونوا كريمين شوي بالكرفة. هون بطنجر على الغاز راح أضيف كاستين من المي، راح أضيف عليهم نص كاس من حليب البودر، نص كاس من الحليب المبخر، ومعلقتين من النشا. هون راح أضلني أحرك فيهم لحتى يثكل القوام عندي شوي. طبعا هيك بعد ما صار عندي بهذا الشكل راح أضيف عليهم معلقة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الفانيلا. طبعا هون في ناس بيحبوا يحطوا مستكة، في ناس بيحبوا يحطوا مية الورد، هذا اختياري. هون بعد ما غليت عندي وصارت عندي بهذا الشكل راح أبلش أسكبها فوق الخبز، طبعا هيك لحتى أكمل كمية كاملة. وهيك بعد ما كملتها راح أتركها لحتى تبرد. وهيك بعد ما بردت عندي راح أرجع أحط عليها القشطة. طبعا أنا القشطة خلطتها مع قشطة كمان بلدية، وبعدها راح أزينها بالفستق الحلبي، وراح أدخلها على الثلاجة لحتى تبرد لمدة ساعتين. بعدها راح أقدمها. هون طبعا قطعت أنا قطعة لحتى أفرجيكم الشكل. شوفوا ما شاء الله، وطعمها خيال، جد لازم تجربوها. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. والسلام.